ونجمة الكوميديا الفنانة هالة فاخر. ميرسي يا عمرو قوي. نقول هالة فاخر ونقول هالة فاخر فاخر. هالة فاخر محمد فاخر الاسم جديدة دي. الرباعي. طبعا. بتفضلي ان احنا نقول على طول بقى هالة فاخر. هالة انت فاخر. هتقول الاسم الرباعي كل الناس قامت. كل الناس قامت. ما هو طويل يعني. لا الناس بيحبوكي مش هيقوموا الحمد ما لله. تخافيش. البداية الحقيقية لهالة فاخر كانت في ايه؟ البدايه الحقيقيه كانت في المسرح القومي. في روايه الطعام لكل فم، تاليف استاذ توفيق الحكيم طبعا. ودي كان اول مره اقف فيها على خشبه المسرح القومي واشتغل روايه لغه عربيه. طبعا انت عارف اللغه العربيه بقى والحركات بتاعتها وكده. بس انا كنت بشتغل وانا ايه، انت عارف زي ما تكون بتشتغل حاجه ما انتش يعني مش هقدر اقول لك مش حاببها، انما ما انتش مستريح فيها. يعني لابس قميص مش مريح، واسع عليك شويه. او ممكن يكون ضيق على فكره، مش هي دي القضيه يعني. بس بعد كده طلعت بقى على الكوميديا، ويعني الحمد لله رب العالمين انجزت فيها شويه حاجات. انت مالك يا عمرو في ايه؟ لا مفيش حاجه. لا خالص. طب الحمد لله. انا بحاول اركز معاكي بس عشان اوكي اتفضل. بس خلاص. المحطه الثانيه في حياه هالة فاخر كانت ايه؟ بوجي وطمطم. طبعا دي من اعز الاعمال اللي انا بعتز بيها جدا يعني الحقيقه. بوجي وطمطم كان بالنسبه لي طبعا نقله حلوه جدا. انت هتقعد تحرك كده طول ما احنا قاعدين؟ هتقعد تحرك وتفرك كده بجد؟ الكاميرا على حضرتك مش عليا فما ايوه يا عم لخمتني مش عارفه اركز. هتقعد بص في الارض لا النضاره في ايه؟ انا الكاميرا على حضرتك انا ببقى عيني انا يعني معلش يا عمرو برضو يعني انا زميله برضو. لا انت استاذه بس ربنا يخليك. انا مظبط ان انا ما اعملش ظبط، بس انا ظبط دماغي ازاي ومعاك وانت عمال تحرك قدامي كده؟ ما تركزيش معايا، خليني ابقى كويس يعني. انا عايز احس النهارده ان ابقى كويس. انت هتبقى كويس والله. ربنا يخليك. 5 4 3 2 مضايقاك في معايا مقص وحبيت اقصها لك. لا ما انا معايا تيشيرت برقبه انت لسه هتغير تيشيرت برقبه؟ حلو قوي من غير رقبه. فانيلا كده. فانيلا حلو كده يا عمرو. طيب اتفضل. كفايه الفانيلا اللي انا لابساها دي وبعدين الدنيا حر. اتفضل. يعني 5 4 3 2 ماله 5 يا استاذ مش عاجبك القميص ممكن يقلعه عادي جدا. مش عارف. هاتوا له فانيلا يا جماعه، والله هاتوا له فانيلا البسها ما تتوترش. مش عارف بحاول بس ما تتوترش خالص. قميص مش عاجبك قوم غيره. فايف 4 3 2 1. هالة فاخر في التلفزيون حققت نجوميه اللي في حاجه؟ الكاميرا مش عليا. اشمعنى انت عشان مقدم البرنامج هتذلنا ولا ايه؟ اتفضل. نتكلم جد. اصل انا قلوقه قوي بصراحه. اتفضل. طيب انا ما اقصدش، وبعدين انت بخبرتك والله لا ما اقصد، الا بعد الشعر عادي. حلو والله زي القمر. انا لا قرر والله زي القمر طبعا. مرتبطه. امتى هنلاقي هالة فاخر بطله لوحدها على الشاشه؟ لوحدي من غير ممثلين؟ بطله نجمه ادوار اولى. مفيش حاجه اسمها نجمه ادوار اولى وبطله ومش بطله. الممثل بيبقى بطل في ان شاء الله عمل مشهدين ونجم كده لوحده. في وجهه نظر بتقول ان هالة فاخر ما تقدرش تشيل بطوله عمل فني بشكل مستقل. يمكن عشان بيبقى تقيل شويه. اللي هو ايه؟ اللي هو العمل الفني. ولو عمل فني خفيف؟ لا ممكن يشيله عادي كده. ممكن يعني. طب انت لسه بتكوني نفسك؟ بكون نفسي؟ بتبني نفسك يعني؟ طول بص هقول لك حاجه. مش قصدي بتكوني نفسك يعني. طبعا الانسان على طول يفضل يبني في نفسه ويبقى عنده طموح. على فكره بحلم كتير جدا وطموحي كبير جدا. ان انا ببقى مثلا بدل ما انا ساكنه في شقه اسكن في فيلا، بدل ما يبقى عندي عربيه عاديه يبقى عندي اتوبيس كده يعني. اتوبيس؟ هتشتري اتوبيس؟ انا حره. صح. ده جزء من طموحك يعني تشتغلي في الاتوبيس؟ اشتغل سواقه اتوبيس.
ولا تعملي فيلم عن سواقه الاتوبيس؟ لا لا لا، انا نفسي شخصيا انزل من بيتنا الصبح، اركب الاتوبيس اروح بيه البلاتو كده، واركب صحابي بقى بتاع كده. طيب بمناسبه الاتوبيس، حاسه انك اتاخرتي؟ عليك دلوقتي؟ لا ولا مش عمري؟ عليا. لا ما تاخرتش خالص، انا حاسه ماشيه ان كويس. ان زمايلك في جيلك ركبوا نفاسه وانت جيتي في الاتوبيس؟ خالص. يعني ما فاتكيش الاتوبيس بتاع النجاح؟ عادي جدا. لا ما فاتنيش طبعا. فاتني ازاي؟ لا يعني مساحه هالة فاخر محجوزه، اللي هي الادوار الثانيه والثالثه محجوزه، اوكي، لكن انا بتكلم على البطوله. اصل انا ما بحبش كلمه البطوله دي. طب ما عندك حسن حسني مثلا، حسن حسني ده تقدر تقول عليه انه مش بطل ونجم، حتى لو طلع قال جمله واحده؟ لو النبي طبعا نجم. طبعا. طبعا. طبعا غصب عن اي حد نجم. طبعا. وبطل. ده بس استاذ. ده بالعكس بقى، ده هم بيستعينوا بيه عشان يقول له ايه، عايزك تقف جنبي. ايوه، ما هو ده اللي انا بسالك عليه. يعني هالة فاخر جنب حسن حسني بتحس انها بطله؟ حسن حسني بياكل اي حد. حسن حسني بحس ان انا جنبه ناموسه. مش حلو قدام الناس تقولي انا ناموسه قدام حسن حسني. انا حره، انا اقول اللي انا عايزاه. في حريه اديني راي. مساحه، اديني مساحه اتكلم معاك يعني. طب ما تتكلم، انا بقول لك انا ناموسه جنب حسن حسني، ايه المشكله؟ عندك مشكله في دي؟ لا. خلاص ولا 5 4 3 2 1. كتير قالوا ان السبب في استمرارك في التمثيل هو انك بنت الممثل الراحل فاخر محمد فاخر. وده شرف طبعا ليا. الفنانه الكبيره هالة فاخر محمد فاخر، ادوار الام اللي قدمتيها ما حسش فيها الناس بالامان، ما حسش فيها الناس بالاقتناع يعني، لا بالامان ولا بالحنان. يا راجل. يمكن. ليه؟ ايه ناس السبب؟ جحده بعد عنك. الجمهور؟ لا مش الجمهور. اللي قال لك، اللي ملاك السؤال ده او اللي كتب لك السؤال ده. الاعداد. هي الاعداد يبقى جاحد. طب ايه رايك لو نشوف وجهه نظر الناس، سالناهم عن هالة فاخر ونرجع تاني؟ يا ريت. اوكي. هات بقى بساعدي قوي. هالة فاخر طبعا بتكرر نفسها في الاداء، وبتحاول هي تقريبا بتقلد سنة صدقي، بس هي مش عارفه. الأستاذة هالة فاخر يعني ممثلة كويسة، لكن أنا حاسس إن هي في قالب دلوقتي واحد. المخرجين هم اللي حاطينها فيه، انحادت عن السير اللي هي كانت ماشية فيه في الأول خالص. بدأت في قالب واحد، بتقلد مثلا زينات صدقي، بتقلد الممثلين القدام، مش هتوصل ليهم ولا حد هيقدر يوصل لهم. يا عم يا ريت هي تفضل على السياق اللي هي كانت ماشية بيه قبل كده. هالة فاخر ممثلة كويسة، الله بس يكرمك هي يا عم. أدوارها يعني ثابتة، مش ما فيهاش جديد يعني. وهي ما شاء الله بنت ممثل كبير، وهي تحس انها عاوز تقلد حد من الكبار، فهي طبعا يعني نتمنى انها تغير اسلوبها شويه في يا عم التمثيل. روح بمناخيرك دي. انا شايل 5 يعني 6 7 تقارير زي دول مش عايز اذاعهم. مش لو النبي تزحوا، والله تزحوا. مش هينفع في مصر احنا كام مليون؟ هيضروك يعني. احنا كام مليون؟ احنا حوالي 75 مليون دلوقتي. كويس. دول كام؟ 10 20؟ ما هو دول عينه عشوائيه، دول من 8 محافظات. ده انا كل الاراء اللي قالوها دي فعلا هحاول اجتهد فيها. بس انت قلت راي الناس يهمك من شويه. مش دول. امال مين؟ هتختاري لنا الناس ناس اللي على بتفهم مزاجك؟ بقى. هتختاري إيه؟ لنا ناس على مزاجك؟ لا اختار الناس اللي بتفهم. زي مين؟ ناس بتفهم، في ناس كتير غيرهم بيفهم. ناس مش اللي انتوا جايبينهم. طب فاصل ونعود مع برنامج وجهه نظر. نظر. نسكافيه بقى. والله ما في غير القعده الحلوه اللي انت اتوترتي كده ليه؟ 5 6 قالوا ما يقولوا. طب فيها ايه طيب؟ نرجع تاني؟ يا ريت نرجع عشان نخلص. مش ابتديت اتخنق. مني؟ انا برج الجوزاء. مني؟ انا برج الجوزاء، اصل لما بتخنق طب لا خلاص. ولا حاجه. طيب انا مش هقول الاسئله، بقيه الاسئله بتاعت الاعداد دي لو النبي تقولها. لا خلاص، ما ده مش عايز اوترك. انا لا مش عايز انا بص، انا مش متوتره خالص. انا شغلتي، بص هقول لك حاجه.